عايز تفهم السهم؟ افهم القطاع الأول. قبل ما تختار شركة لازم تفهم القطاع اللي هي جزء منه، لأن الشركة مهما كانت قوية بتتأثر بالاتجاه العام. طب ازاي تفهم القطاع صح؟ الاتجاه الاقتصادي. بص على الفايدة، هل هي بتطلع؟ يعني البنوك هتستفيد. لو التضخم عالي يبقى القطاع الاستهلاكي هيتأثر. لو الدولار بيعلى المصدرين هيكسبوا. بص على حجم الطلب، هل القطاع ده عليه حجم طلب حقيقي ولا هو طلب موسمي ولا بيتراجع؟ بص على المنافسة، هل الشركة عندها منافسين كتير ولا هي لوحدها في السوق وتقدر تتحكم في أسعار منتجاتها؟ بص على القوانين، هل في دعم للصناعات وإعفاءات ضريبية؟ هل في رسوم إغراق عشان تحمي الصناعة المحلية ولا لأ؟ الظروف العالمية، هل أسعار البترول والغاز والخامات بتأثر على القطاع ده بشكل كبير؟ اختيار القطاع الصح بيقلل مخاطرتك وبيزود فرص نجاحك في الاستثمار. وفي الحلقة اللي جاية هنفهم النسب المالية اللي بتكشف لك صحة وقوة الشركة. نزلوا ابلكيشن EFG هيرمس 1 علشان تبدأوا رحلتكم الاستثمارية.